حرفيا ده اكتر موبايل هيتباع الفتره الجايه، وده لانه فيه كل حاجه انت ممكن تكون محتاجها وباقل سعر ممكن. المهم لايكك الجميل، ويلا بينا حالا نفتح العلبه ونشوف الموبايل ده مع بعض. هو ده الموبايل، ثواني هوريه لكم. معاك هنا جراب سيليكون شفاف في علبه الموبايل. بص اصلا حجم الكاميرات ده يعني يوحي طبعا ان الموبايل ده رقم واحد تصوير، ودي حاجه نادره والله في سعره، انت هتصدم من سعره لما اقول لك في اخر الفيديو. معاك هنا كمان دبوسه سيم كاردز، معاك راس شاحن 33 واط، راس بتتقفل كده وتتفتح وبتاع، حاجه عمليه يعني. ومعاك طبعا كابل الشحن. ومش بس كده عزيزي المشاهد، الموبايل نفسه جاي عليه سكرين بروتكتور. في عندك هنا لزقه جايه على الموبايل، مش هتحتاج اصلا ان انت تركب له سكرين بروتكتور، فالموبايل ده انت هتشتريه مش هتدفع عليه اي حاجه زياده، كل حاجه تخص الموبايل موجوده يعني. عايزك بقى تتفرج معايا على التحفه الفنيه دي. انا عايز اعرف ده ازاي موبايل فئه اقتصاديه، ما هو معلش شكل الكاميرات ده اللي شبه الايفون 15 برو ماكس مثلا، والمربع الموجوده فيه بالحلقات اللي تحسها من المعدن دي، ده غير الحواف اللي لونها فضي كده شكلها جامد قوي، ومن بعيد يبان بريميوم جدا يعني. اللون الجولد ده اصلا شكله جامد قوي. المهم ان الشركه هنا عامله موبايل بديزاين تحس ان هو غالي جدا، يعني لما تشوف الموبايل ده من بعيد بجد هتشك انه ايفون مثلا ولا حاجه، وجاي بلون جولد كده وبظهر ما بيبصمش اطلاقا. الموبايل ما فيهوش اي نوع من انواع البصمات ممكن تظهر على ظهره، ودي حاجه جامده جدا. فكره ان ده موبايل اقتصادي ما بيبصمش، هيفضل معاك نظيف كده وحلو. الحواف هنا طبعا اكيد من البلاستيك، الظهر هنا اكيد من البلاستيك، ولكن خامات نظيفه، ظهر متصنفر كده ما فيهوش اي بصمات بتظهر. حواف حتى شكلها جامد جدا، تحسها معدن ولكن هي فعليا طبعا بلاستيك. مع شكل الكاميرات والحاجات دي كلها الموبايل شكله غالي. الموبايل هنا فيه مدخل 3.5 مللي للسماعه، وعندك هنا مدخل شحن تايب سي، وسماعات الموبايل ده ستيريو وهنسمعها كمان شويه. تعال معايا اتفرج بقى على شاشه الموبايل. جايب شاشه حجمها كبير 6.78 انش، شاشه اي بي اس ال سي دي بريفريش ريت 120 هرتز، والبيك برايتنس هنا 500 نتس. طبعا ده متوقع جدا بسعر الموبايل ده، وعايز اقول لك انا كنت متوقع اقل من كده كمان. يعني انا قلت مثلا يبقى ريفريش ريت هنا 90 هرتز، لا انت معاك هنا شاشه بريفريش ريت 120 هرتز، وكمان عندك هنا كل الاوبشنز موجوده. يعني انت عندك اوبشن ال60 وال90 وال120 لو عايز توفر في البطاريه شويه ولا حاجه. ولكن عزيزي المشاهد انت مش هتحتاج توفر في البطاريه، لان بطاريه الموبايل ده هي بطاريه 5000 ملي امبير اور، بطاريه عملاقه على سمك الموبايل الممتاز ده. طبعا هو جايب الحواف العريضه بتاعت الايفونز دي، فقشطه ما عنديش فيها اي مشكله. ووزن الموبايل 199 جرام، موبايل مش تقيل ولا حاجه، الموبايل خفيف في ايدك زي ما قلت لك. حتى البلاستيك اللي في الظهر ده مخففه كده معاك، تحس ان الموبايل فعلا مش تقيل معاك. الشاشه هنا اي بي اس ال سي دي ولكن الوان الشاشه نفسها والله حلوه جدا، انا ما عنديش فيها اي مشكله خالص طالما واخد الريفريش ريت العالي ده 120 هرتز بالسعر بتاعه. اصلا ما فيش موبايل تقريبا بيقدم المواصفات دي. والبيك برايتنس هنا طبعا مش اعلى حاجه، 500 نتس مش العالي قوي يعني. هتيجي تحت اشعه الشمس تبقى بتعمل كده فاهم، عشان تشوف شاشه الموبايل، ولكن ده عادي جدا بسعر الموبايل. الموبايل هنا عندك كل وسائل الامان فيه، البصمه هنا موجوده في زرار الباور عادي جدا، بصمه صاروخيه حرفيا. انا بس بلمس كده فاهم، تيك خلاص فتح تاني في ثانيه يعني، ما بيلحقش اصلا، ولا بيغلط بقى ولا بتعلق ولا مش عارف ايه، مفيش الكلام ده يا باشا. انت هنا معاك موبايل اعتمادي من الدرجه الاولى، في اي وقت هتعوز تفتح فيه الموبايل هتلاقي البصمه شغاله معاك كويس. ده غير ان انت عندك بصمه بالوش عادي جدا، ممكن تفتحه بوشك. بص كده بس خلاص فتح وشافني تاني، بص كده في ثانيه تاني. طبعا انت اكيد خدت بالك من الحركه اللي بتحصل هنا دي، حاجه شبيهه للدايناميك ايلاند اللي في الايفون، ولكن بجد هنا عمليه جدا وما بتعلقش، واستخدامها حلو. ممكن تستخدم معاك في الفيس ريكوجنيشن عادي جدا، وهو بيفتح الموبايل يقوم ظاهره كده انيميشن يلقط وشك وبعدين يقفل تاني. يعني لما تيجي تشحن الموبايل هنا كده هتلاقي عندك فوق الانيميشن ده بيظهر معاك انه بيشحن و64% دلوقتي. وليها استخدامات كتيره في الموبايل الصراحه، وشكلها حلو فاهم. انا عاجبني قوي الحته دي انها اتضافت في السوفت وير. الموبايل كمان بيدعم شحن سريع 33 واط، وايوه ده شحن سريع جدا بالنسبه لسعره. انا عايز اقول لك ان في موبايلات بضعف او 3 اضعاف سعر الموبايل ده وبسرعه شحن اقل من 33 واط. سرعه الشحن هنا ممتازه، بيشحن معاك من 0 ل 100% في حوالي ساعه، وده بجد توقيت ممتاز جدا. الموبايل هنا بيكمل معاك اليوم عادي جدا باستخدامك المتوسط. طبعا لو استخدامك زياده شويه ممكن يجي على قبل اخر اليوم وتبقى تشحنه، ولكن في اغلب الاحيان الموبايل ده هيكمل معاك اليوم عادي. وده انه برده ما فيهوش الامكانيات اللي تستهلك في البطاريه قوي. البيزلز بقى من فوق وعلى اليمين وعلى الشمال قد بعض تقريبا، دي حاجه كويسه، ولكن الحافه اللي تحت كبيره سيك، وده بجد منطقي جدا بسعر الموبايل. انا ما عنديش مع ده اي مشكله يعني. موبايلات الفئه الاقتصاديه كلها كده، وده موبايل ارخص منهم كمان. نخش بقى على المواصفات المهمه. ايه المعالج الموجود في الموبايل ده؟ عندك هنا الهيليو جي 99، معالج 6 نانومتر اوكتا كور، معالج قوي جدا بسعر الموبايل ده. الموبايلات اللي فيها المعالج ده عزيزي المشاهد هي في الغالب بتبقى بضعف سعر الموبايل هنا، ولكن انت معاك المعالج ده هنا في الموبايل، معالج قوي جدا في الفئه الاقتصاديه، معالج مع السوفت وير بتاع انفينكس اللي فعلا ما فيهوش اي مثلا حاجات تقيله على المعالج او كده. الدنيا هنا بسيطه خالص، السوفت وير مش معقد مش تقيل. طبعا هو مش سوفت وير بروفيشنال مثلا او حاجه، ولكن هو في الحاجات اللي انت عايزها بانيميشنز بسيطه كده اللي شكلها لذيذ جدا. بص كده المنيو وهي بتطلع وبتنزل، وبالتالي انت واخد تجربه استخدام خفيفه، تجربه استخدام سريعه جدا. الموبايل هنا ما بيعلقش وانت بتستخدمه استخدامك اليومي العادي، السوشيال ميديا والحركات دي. ولكن خلينا نفتح ببجي دلوقتي حالا ونجرب نلعب على الموبايل هنا ونشوف تجربه اللعبه عامله ازاي. بس عزيزي المشاهد على ما تفتح ببجي دعني اذكرك انك تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه لو عمرك تشوفني على يوتيوب عشان تشوف فيديوهات ثانيه جايه كتير جدا. في بجد فيديوهات انتوا مش هتتخيلوها جايه على القناه هنا، موبايلات جديده اول مره تشوفها في الوطن العربي كله، وحاجات ثانيه روشه جدا الصراحه. فلايكك وسبسكرايبك وكومنت كده قول لي عاش يا حكيم، انا بتبسط جدا لما حد بيقول لي عاش يا حكيم الصراحه. طبعا هنا عندك صوت جاي من الشمال ومن اليمين، من هنا كده ومن هنا، صوت متجسم
سيستم ستيريو ممتاز. سعر الموبايل ده كنت متوقع يعني سماعه مونو، يعني معلش اوبو عامله الاوبو رينو مش عارف 11 برو مثلا 4 5 اضعاف سعر الموبايل ده وبسماعه مونو، فيعني الصراحه جامد جدا. هنا تجربه الصوت ممتازه. الاعدادات هنا اللي بيلعب عليها الموبايل هي سموث وفريم ريت الترا او اتش دي وفريم ريت هاي، ما عندكش اوبشن اتش دي ار، لا مش موجود. فهنلعب على سموث والترا ونشوف كده الاداء عامل ازاي. هتاخد لك بتاع 40 فريم مستريح قوي بسعر الموبايل هنا الصراحه. الفينكس ضايفه لك اوبشن البرفورمانس مود ده بيعجبني جدا، بيفرق معاك فعلا في اداء اللعبه، بيدي لك زي بوست كده فاهم، بيزقك زقه وانت بتلعب، بيخلي الموبايل اسرع معاك، وكمان تقدر تتحكم في الابلكيشنز بقى اللي تشتغل والكلام ده كله. يعني شويه اضافات كده لذيذه جدا تفرق معاك في الاداء وفي تجربه لعبك يعني. اوكي الموبايل حتى الان مفيش فيه اي تضحيه خالص، الدنيا سريعه معايا، اللعبه حلو. وقت الفايتس يعني لقيت شويه دروب فريمز حصلت ما خلتنيش عارف اقتل الراجل. طيب تعالى تاني. هو بصراحه متوقع جدا ده في سعر الموبايل، يعني انا مش هقول لك اللي هو لازم يبقى صاروخ يعني، لا طبعا تسعير الموبايل ما ينفعش يبقى صاروخ معاك. استنى عشان في واحد هنا اقتله. ابلع يا واد يا حكيم. لا والله يا جدعان الموبايل شغال اهو، الدنيا في اللذيذ، مش معطلني عن اللعبه يعني فاهم. تمام اللي بعده. يا جماعه تجربه الصوت هنا ممتازه، انا سامع بجد الصوت متجسم كده وطالع من كل ناحيه، حاجه ممتازه الصراحه. يا لهوي على الكيلز، انا عامل بتاع 3 كيلات ولا 4 كيلات لحد دلوقتي، كميه اسيستات مش طبيعيه. اوبا قتلني. بجد الموبايل اداؤه ممتاز في الالعاب بالنسبه لسعره، وبالنسبه لاي موبايل تاني ممكن يكون اغلى من سعره كمان والله. اصلا السلسله بتاعت الهوت دي بتبقى موجهه جدا للجيمنج. عايزين المشاهد لو وصلت للثانيه دي في الفيديو فانت بجد اخويا وتوينز فاهم، احنا الاثنين كده اهو. واي حد وصل للثانيه دي ينزل دلوقتي حالا في الكومنتس يكتب لي قلبين لونهم ازرق كده، اي حد يكتب القلبين دول هعرف ان هو وصل للثانيه دي في الفيديو. وبجد شكرا جدا انك بتكمل الفيديوهات للاخر، انت ما تعرفش حاجه زي كده بجد بتفرحني ازاي وبتخليني اعمل فيديوز اكتر الصراحه. فانت عايزين المشاهد نشارك في الفيديوهات اللي بتنزل دي، انت بتخليني اصور فيديوهات اكتر الصراحه، فشكرا جدا ليك. وبس هنزل دلوقتي حالا اشوف كل الكومنتس اللي معمول فيها قلبين ازرق، خلينا نكمل باقي الفيديو. ولكن انفينكس ما وقفتش عند حته الجيمنج بس، لا ده هم كمان عايزين الناس الفوتوغرافرز بقى، طلع الفوتوغرافر اللي جواك. انت محطوط لك هنا كاميرا رئيسيه 108 ميجا بكسل. بجد والله ازاي يعني، انا بجد شايف ان الشركه دي خسرانه يعني، معلش ال 108 ميجا بكسل دي ما نزلتش في اي موبايل تحت ال 300 دولار لحد دلوقتي، اقل من 300 دولار بكتير قوي. مش هقول لك السعر دلوقتي، انا عارف ان انت عايز تعرف السعر ولكن هقول لك في اخر الفيديو. ولكن الموبايل ارخص بكتير جدا من 300 دولار. المهم ان الموبايل هنا عندك فيه كاميرا 108 ميجا بكسل، دي الكاميرا الوايد، وعندك كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه دي مش كاميرا قد ما هي عاده بتساعد في الماكرو يعني، من الاخر كده تعتبر منظر يعني عشان يكمل لك الشكل الجمالي ده ان هم يبقوا 3 كاميرات. طبعا انت ما عندكش هنا كاميرا الترا وايد، دي حاجه اكيد ممكن تضايقك، ولكن معلش والله كاميرا الترا وايد ايه بسعر الموبايل ده يعني مش منطقي. الصور بقى اللي تطلع من الموبايل ده صور بجد ما اتوقعش انها طالعه من موبايل اقتصادي جدا كده، صور شارب جدا مليانه تفاصيل. لما تشغل المود اللي هو ال 108 ميجا بكسل وانت بتصور بالكاميرا، هنا عندك اوبشن من فوق كده اللي هو ال 108 ميجا بكسل ده، فعله وانت بتصور هيديك بجد كواليتي ممتازه، تعرف تزوم كده في الصوره. بص التفاصيل اللي موجوده في الصوره كده من بعيد، دي صوره موبايل اقتصادي ازاي يا جدعان؟ بجد حد يقنعني ازاي؟ انا مش عارف. الوان الصوره حلوه جدا، لو انت في اضاءه ممتازه الصراحه هتطلع معاك صور حلوه جدا. الصور شارب، حاسس ان البورتريه عادي يعني، حتى البورتريه محتاج ان انت تبقى بعيد قوي عن الشيء اللي انت بتصوره. كل الحاجات دي طبيعيه جدا، ولكن في المجمل الصور اللي طالعه صور ممتازه تعرف تستخدمها عادي جدا على السوشيال ميديا، صور فعلا حلوه لو انت في اضاءه كويسه يعني، بتصور بالنهار بتصور اوت دورز هتلاقي صور ممتازه طالعه معاك. ولكن طبعا كل ما تدخل في اضاءه ضعيفه كل ما الصور هيزيد فيها النويز، هتقل حلاوتها جدا الصراحه. ولكن ده انا متقبله جدا من الموبايل. المفاجاه بقى عزيزي المشاهد ان الكاميرا هنا بتصور فيديوهات 2K ريزوليوشن، مش 1080 حتى، لا احنا كمان هنزود لك الريزوليوشن بتاع تصوير الفيديوهات عشان لو عايز تنزل فيديوهات على السوشيال ميديا وكده هيديك كواليتي عاليه جدا للفيديو بتاعك. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فهي كاميرا 32 ميجا بكسل، حتى العدسه بتاعتها f2.2، وكاميرا اماميه بتطلع صور سيلفي حلوه قوي يا جماعه. انا عاجبني السيلفي ده جدا، صور مطلعاك حلو، صور شارب ما فيهاش التفاصيل الكتير اكيد لو هتزوم فيها وكده، ده طبيعي ده سيلفي يعني، ولكن بجد الصور انا راضي عنها جدا. ونفس اللي قلت لك في الكاميرا الخلفيه هقوله لك هنا، لازم تكون في ظروف اضاءه كويسه عشان تطلع سيلفي حلو. لو دخلت اندورز في ظروف اضاءه مش حلوه منيله ب 60 نيله الصور مش هتبقى احلى حاجه كده، فنقي الوقت اللي بتتصور فيه. الموبايل ده هيطلع معاك صور ممتازه مش هتصدق انها طالعه من الموبايل ده اصلا. والمفاجاه كمان ان الكاميرا الاماميه هنا بتطلع فيديوهات 2K برضه. المفاجاه بقى ان الموبايل ده بيصور فيديوهات بالكاميرا الاماميه 2K، ودي حاجه والله انا ما كنت مستنيها منه اصلا يعني. ده يا جماعه واحد من ارخص الموبايلات اللي جربتها السنه دي، ان ما كانش هو ارخص موبايل اصلا فاهم. في موبايلات
بضعف سعره واكتر من ضعف سعره، وبتصور 1080 كريزوليوشن 1080 بالكاميرا الاماميه. والله الشركه بجد بتحط لك اعلى مواصفات واعلى امكانيات باقل سعر ممكن. فلو مهتم انك تصور فيديوهات بموبايلك عشان تنزل محتوى مثلا على يوتيوب، على انستجرام، على تيك توك، الموبايل ده هيسد معاك جدا. ميزه بقى قويه جدا في موبايلات انفينكس بتعجبني قوي بجد، وهو فكره الفلاش الامامي اللي في الكاميرا السيلفي ده. يا جماعه الحوار ده مش موجود ليه في الموبايلات كلها؟ عايز اقول لك الموبايل بيطلع هنا صور سيلفي بالليل، لو مشغل الفلاش ده هترضيك قوي، انت فاهم؟ يعني هتحس ان انت معاك مصدر ضوء زياده. دي حاجه جامده جدا واتمنى انها تتضاف في كل الموبايلات. هي بتبقى مدفونه هنا في الحواف كده ما بتبانش قوي، ولكن ينور معاك عادي جدا السيلفي بالليل. بجد يفرق معاك في صور السيلفي جدا عن اي حد تاني معاه موبايل عادي. عايز اقول لك بقى كمان ان الموبايل ده اول نسخه منه بتبدا من 256 جيجا، ربع تيرا ذاكره داخليه و8 جيجا بايت رامات، وبتزود 8 زياده فتبقى 16 جيجا بايت رامات في موبايل اقتصادي. ازاي يا عزيزي المشاهد؟ انا ما اعرفش والله. لو دخلت هنا على السيتنجز بتاعت الموبايل ونزلت لحد الرام، فتقدر ان انت تزود فيرتشوال رام 3 جيجا بايت او 5 او 8. انت متخيل ان يبقى معاك في الاخر موبايل 16 جيجا بايت رامات؟ يعني تفتح كميه ابلكيشنز في الباك جراوند من غير ما الموبايل يعلق معاك. تجربه ممتازه مش هتاخدها في اي موبايل تاني. ومش بس كده بقى، كمان الموبايل كمان بيركب له شريحتين اتصال وكارت ميموري. طب بعد ما اتكلمنا عن كل مواصفات الموبايل ده واتكلمنا عن كل النقط اللي عجباني فيه والنقط اللي هي ضعيفه فيه شويه، سعر الموبايل ده كام يا عم حكيم بقى اللي عمال تقوله لنا من اول الفيديو؟ جاهز بجد تسمع تسعير الموبايل ده اللي انت مش هتصدقه؟ يا جماعه الموبايل ده بيتباع رسمي النسخه ال 6 256 اللي هي بتزيد لحد 12 جيجا بايت رام بسعر 589 ريال سعودي، يعني حوالي 157 دولار بس. 157 دولار؟ انت كنت تتوقع كده بجد وانت داخل الفيديو؟ طب موبايل بجد بكاميرا 108 ميجا بكسل وبروسيسور الهيليو جي 99 وشاشه 120 هرتز، بطاريه 5000 ملي امبير، شاحن 33 واط. يا عم سيبك من كل ده، العلبه اللي فيها كل الحاجات دي، ازاي الحاجات دي كلها في موبايل بسعر 157 دولار؟ على الاقل والله انا بالمواصفات دي لو حد كان قال لي سعر الموبايل ده تتوقع كام، كنت اقول لك 250 دولار، على الاقل 100 دولار زياده. انه ينزل بالتسعير ده، انفينكس بتحرق كل المنافسين حرفيا. يعني لو انت عايز موبايل رخيص ولكن بمواصفات عاليه جدا، عايز اعلى قيمه مقابل السعر اللي هتدفعه، ولو عايز تشتري الموبايل ده فهسيب لك تحت في الديسكربشن حالا لينكات شراء الموبايل ده بارخص سعر دلوقتي. بس بجد الحق اشتريه قبل ما يخلص، لان الموبايل ده متوقع يخلص في خلال الايام الجايه. على فكره الموبايل ده بيتباع على منصه زي نون دوت كوم، ولو عايز تشتريه على نون دوت كوم كمان انت ممكن تاخد خصم زياده على سعر الموبايل باكواد الخصم بتاعتنا الموجوده تحت في الديسكربشن، حكيم او حكيمو. استخدمهم وانت بتشتري الموبايل ده هتاخد خصم زياده على سعره، فبجد هتبقى صفقه ممتازه. بس يا جدعان ده كان رايي في الهوت 40 برو الجديد، مستني اعرف رايك انت تحت في الكومنتس دلوقتي حالا. انا بقرا كل الكومنتس انتوا عارفين وبرد عليها، واكتبوا لي تحت في الكومنتس دلوقتي حالا عايزين موبايلات ايه ثانيه نجربها الفتره الجايه، لان بجد في موبايلات كتيره شغالين عليها الفتره دي وهتنزل لكم الفيديوهات اول باول الفتره الجايه، هتتبسطوا منها جدا. استنوا الحاجات الجامده دي كلها. وبس كده يا جدعان، تشوفوا لايك شكل كبير، وبارك اخر فيديو جديد. بيس.